السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة تيتو للتكييف. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن مميزات وعيوب تكييف فريش سمارت. كتير من العملاء في الفترة الأخيرة اتجهوا لشراء أجهزة تكييف متطورة وحديثة علشان توفر لهم جو نقي ولطيف في نفس الوقت، وبالأخص الاتجاه في أغلب الأحيان كان للأجهزة المزودة بخاصية الانفرتر، وكمان يكون الجهاز اقتصادي في سعره، ودي كانت حاجة بعض العملاء كانوا بيدوروا عليها. من أفضل الأجهزة الموجودة في السوق حاليا بيكون فيها المميزات اللي اتكلمنا عنها هي أجهزة تكييف فريش. تكييفات فريش بتتوفر بسعر اقتصادي جدا على الرغم من مميزاتها وخصائصها اللي بتخليها خيار مثالي وممتاز لكل الراغبين بشراء جهاز تكييف اقتصادي. عشان كده هوضح لحضراتكم مميزات وعيوب الجهاز ده علشان حضراتكم تقرروا إذا كان مناسب ليكوا ولا لا. أول حاجة المميزات. أول حاجة في المميزات معانا إن تصميم الوحدة الداخلية راقي جدا، بتنزل بألوان علشان تناسب ذوق العميل. ده غير إن موجود فيها شاشة ديجيتال عالية الجودة، والشاشة دي بتبقى شاشة عرض لدرجة الحرارة، وفي نفس وقت بتبقى شاشة أعطال. أي عطل بيحصل في الجهاز بيظهر على الشاشة كود، ومع الاطلاع على جدول الأعطال بنقدر نعرف إيه هو نوع العطل عن طريق الكود اللي مكتوب على الشاشة وعن طريق جدول الأعطال اللي موجود في الكتالوج بتاع الجهاز. تاني حاجة معانا بالنسبة للوحدة الخارجية، مصنوعة من خامات قوية جدا ومتينة عشان تقدر تقاوم التآكل والصدى والعوامل الجوية والشمس، وتعيش لفترات طويلة بنفس الكفاءة. تالت حاجة معانا وهي فلاتر الهواء. الجهاز مدعوم بأحدث أنواع فلاتر الهواء، وبتعمل الفلاتر دي على تنقية الهواء بدرجة عالية جدا قبل خروجه من جهاز التكييف أو قبل خروجه من الوحدة الداخلية، وكمان بتمنع خروج الغبار والأتربة والملوثات مع الهواء البارد علشان تحافظ على صحة العميل لأقصى درجة ممكنة. في ميزة كمان معانا وهي ميزة التنظيف الذاتي أو تقنية التنظيف الذاتي اللي هي السيلف كلينينج. يعني كل ما تزيد الرواسب والأتربة على مكونات الوحدة من الداخل بيقوم الجهاز بعملية غسيل وتنقية تلقائي للمكونات دي، وبيتخلص من أي رواسب أو ملوثات، وبيعقم أجزاء الوحدة بالأيونات علشان يمنع تكوين أي بكتيريا، وكمان يحد من نمو الفطريات، وبتفضل بيئة التكييف نظيفة ومعقمة. ميزة كمان معانا بتتوفر في الجهاز وهي خاصية الانفرتر. بتتوفر في الجهاز خاصية الانفرتر، واللي بدورها بتقلل في استهلاك جهاز التكييف للكهرباء مع المحافظة على الاستهلاك العادل للجهاز طبعا، والالتزام بصيانته علشان نقدر نوصل لأعلى قدر ممكن من توفير الطاقة، وهو ده اللي بيدور عليه العميل دايما. تكييف فريش بيقلل من انتشار تواجد الرطوبة في المكان المراد تبريده بسبب دعمه لخاصية التشغيل الجاف أو خاصية الدراي، ده بالإضافة لقدرته على العمل بكل كفاءة في الظروف القاسية. نادرا لما بيحصل مشكلة في جهاز تكييف فريش أو عطل، ولو ده حصل بيكون أحيانا نتيجة سوء الاستخدام. ده غير إن شركة فريش بتوفر قطع الغيار باستمرار وخدمة صيانة جيدة جدا. ضمان الجهاز معانا بيبقى 5 سنوات، بيشمل كل من الوحدة الداخلية والخارجية. الجهاز بيستخدم فريون 410، واحنا اتكلمنا قبل كده عن فريون 410 وقلنا عليه ان هو من نوعية الفريون الصديقة للبيئة. كمان الجهاز بيتوفر فيه خاصية الواي فاي. خاصية الواي فاي متوفرة في الأجهزة الانفرتر، وبنقدر فيها نتحكم في الجهاز عن طريق برنامج بينزل على الموبايل وبنربطه بالواي فاي، ونقدر نتحكم في الجهاز حتى لو احنا برا البيت.
الجهاز كمان فيه خاصية إعادة التشغيل الأوتوماتيكي. يعني مثلا هنفترض إن الجهاز لو شغال والكهرباء قطعت عنه، لما الكهرباء بترجع تيجي تاني والجهاز يرجع يشتغل، بيشتغل على نفس الوضع اللي احنا سايبينه عليه. كمان موزعات الهواء بتاعة الوحدة الداخلية موزعات 4D، يعني بمعنى أصح توزيع الهواء في الجهاز توزيع رباعي في الأربع اتجاهات. الموجهات الخارجية بتشتغل فوق والتحت، والداخلية كمان شغالة معانا يمين وشمال. حاليا هنتكلم عن عيوب الجهاز. وطبعا حضراتكم عارفين ان مفيش جهاز تكييف كامل، وزي ما في تكييف فريش مميزات اكيد ليه عيوب، وخلينا نقول ان مميزاته اكتر من عيوب. العيب الاول معانا وهو قطع الغيار. قطع الغيار الخاصة بالجهاز سعرها مرتفع بعض الشيء، والسبب في كده ان شركة فريش بتوفر قطع الغيار الاصلية، ولما بيتم تركيبها في الجهاز بيرجع الجهاز تاني يشتغل بنفس الكفاءة، وأحيانا مش بنحتاج نستبدلها مرة تانية. تاني عيب معانا، وده يعتبر عيب مش جوهري، أو مش ده العيب اللي يخليني أفكر إن ما اشتريش الجهاز، وهو إن الوحدة الخارجية لتكييف فريش بتحتاج وقت تركيبها لمكان مفتوح علشان نضمن أعلى كفاءة تبريد تخرج من الجهاز أو تخرج من الوحدة الداخلية. لأن كل ما كانت الوحدة الخارجية طريقة تركيبها كويسة وتبريدها لنفسها كويس، كل ما زادت كفاءة الهواء البارد اللي خارج من الوحدة الداخلية. وبكده أكون وضحت لحضراتكم مميزات وعيوب الجهاز، علشان حضراتكم تكونوا على علم بكل شيء في الجهاز قبل الشراء، وإذا كان الجهاز مناسب ليكوا ولا لأ. أتمنى أن حضراتكم تكونوا استفدتوا معنا. جهاز فريش جهاز كويس جدا، من الأجهزة المحترمة اللي موجودة في السوق، والأجهزة اللي لها اسم. الشركة سنة عن سنة بتطور في الجهاز، بتطور في إمكانياته، بتطور في المواصفات بتاعته وخامات تصنيعه. فريش فعلا جهاز يستاهل إن الواحد يفكر إن أنا يا ترى هشتريه، يا ترى طب مميزاته ايه، يا ترى طب عيوبه ايه. حضراتكم لو شفتوا الفيديو هتعرفوا كل حاجة عن الجهاز. اتمنى حضراتكم تكونوا استفدتوا معايا. متشكر جدا. السلام عليكم.